دكتورة بقى حلقتنا النهارده، احنا شفنا طبعا انواع الاستثمارات واتكلمنا عن الاستثمار طبعا بصفه عامه، انواع اهم، مختلفه من الاستثمار، ولكن دافع اي حد من الاستثمار قلنا الربح، انا لما اجي اعمل استثمار يا دكتوره تمام، لازم اكسب طبعا، طبعا إمم. وفي حاجات كتير جدا، ولكن يا دكتوره عايزين بقى نعرف للمشاهد ايه الاستثمار الاخضر؟ اتفضلي يا إمم. دكتوره. يعني ببساطة يا دكتور هاني الاستثمار الأخضر أو الgreen investing أو الاستثمار البيئي اللي هو الeco تمام. investing بنقول عليه إن هو شكل من أشكال الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا، بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو استثمار بيتمثّل أو بيتوجه إلى الشركات اللي هي بينشأ عنها منتجات وممارسات صديقة للبيئة. تمام. لأن هذه الشركات في الغالب بتعتمد على الطاقات المتجددة، بتعتمد على الطاقات النظيفة، وبتعتمد على تقليل استخدام الوقود الأحفوري زي الفحم وزي البترول وزي الوقود الحيوي. فبنجد دلوقتي دكتور هاني إن الاستثمار الأخضر يعني لم يعد فقط يحتل الصدارة في ثقافة الشعوب، بل تمام. أيضًا بيمتد إلى عالم المال. بمعنى إيه؟ بمعنى إن المستثمرين بنجد إن هم لديهم الوعي في إنهم بيفضّلوا الشركات التي تتميز عن أخرياتها في إدارة التأثير البيئي. فبنجد إن الشركات اللي بتهتم بال ال 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 الإفصاح المنظم والإفصاح الجيد عن مسؤولياتها البيئية والاجتماعية تجاه المجتمع، بنجد إن أصبح في وعي لدى المستثمرين بإن هو يضع حضرتك أمواله في المكان اللي هو هيحافظ في النهاية هيدر ربح وأموال، ولكن دون المساس أو دون حدوث أي تدهور وكمان يا بيئي. دكتوره بيقلل نوع من الطاقه والكهرباء بالضبط، عامه يعني. بالضبط، طبعًا توفير، تمام. توفير الطاقات طبعًا. طبعا الاستثمار الاخضر ده كان حديث الناس الفتره اللي فاتت، سمعنا آه، نوع تاني يا دكتوره بقى من الاقتصاد اسمه الاقتصاد الازرق، بالضبط. عايزين نعرف برضه المشاهد ايه الاستثمار الازرق ده يا دكتور؟ آه، حضرتك الاقتصاد الأزرق ببساطة يعني هو الاسم لمّا نقول أخضر إمم. يبقى أخضر ده عبارة عن اقتصاد الطبيعة، طبيعة صح؟ اقتصاد بيحافظ أو بيدير الموارد الطبيعية بشكل فعّال. إمم. طب لمّا نقول اقتصاد أزرق إمم. يبقى اللون الأزرق لون البحار، لون المحيطات، فهو بيمثّل الإدارة الجيدة تمام. للثروة المائية إمم. بالشكل اللي بيحقق الاستدامة. بمعنى إيه؟ بمعنى الشكل اللي بيحافظ على الثروة المائية دي بما يحافظ على حقوق الأجيال الحالية وحقوق الأجيال أيضًا المستقبلية، تمام. بحيث إن إحنا نوفّر فرص عمل، بحيث إن إحنا نقضي على الفقر، بحيث إن إحنا نحقق اكتفاء ذاتي. طب كل ده بيتم من خلال استثمارات في إيه؟ إمم. استثمارات في دعم وتنمية السياحة الشاطئية، إمم. أيضًا استثمارات في الحفاظ على مصايد الأسماك، أيضًا استثمارات في الشحن البري، في الشحن في التعدين. كل هذه بجانب كل تقديم الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع البحري أو سواء من بحار، محيطات، سواحل. فطبعًا الاهتمام بها وإدارتها بشكل فعّال ده بيفيد الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. تمام يا دكتورة. دكتورة هل في أنواع تانية يعني مثلًا اتكلمنا عن الاستثمار الأخضر واتكلمنا عن الاستثمار الأزرق، هل في أنواع تانية من الاستثمار؟ هو نقدر نقول يا دكتور هاني في أنواع أخرى من الاقتصاديات. بمعنى تمام. إيه؟ في عندنا الاقتصاد البني وده بيعبر عن الاقتصاد التقليدي إمم. أو الاقتصاد كثيف الانبعاثات الكربونية، إمم. وقبل مرحلة تبني أو الاهتمام باقتصاد الاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد منخفض الكربون. في عندنا الاقتصاد الأسود إمم. أو اقتصاد السوق السوداء، سوق تمام. الاحتكار والقلة. في عندنا الاقتصاد البينك والاقتصاد اللي بتلعب فيه المرأة دور كبير جدًا تمام. للحصول على حقوقها وأولوياتها